من حوالي 7 شهور عملت مراجعة كاملة للديل بريسيشن ال 7740 نسخة ال RTX ال 5000 وقلت ساعتها ولحد دلوقتي بقول إنه يعتبر أحسن جهاز قيمة مقابل سعر في الفئة السعرية بتاعة ال 33 لحد ال 35 ألف جنيه على حسب الهاردات والرامات بتاعته، بس في ناس لحد دلوقتي بتطلب مني إن أنا أعمل مراجعات لحاجات تكون أعلى شوية في الجيل بما إن التاني جيل تاسع، وفي ناس بتحب إن يكون معاها جيل 10 أو 11 بس في نفس الوقت الفئة السعرية بتاعته ما توصلش لحد ال 40 ألف جنيه، يعني نتكلم مثلا في فئة سعرية بتاعة ال 37 ل 38 بحيث ان هو يبقى بينافس اللابات الجديدة اللي موجودة في نفس الفئة السعرية دي، بس في نفس الوقت يكون اداؤه احسن من ال RTX ال 5000 بتاع الجيل التاسع واحسن كمان من اي لابتوب جديد في نفس الفئة السعرية دي. وهنا بقى خليني اقدم لك احسن لابتوب بيقدم قيمة مقابل سعر تحت ال 40 ألف جنيه، وهو الديل بريسيشن ال 7560، اللابتوب اللي فعليا بيجي في فئة سعرية مش معقولة، لان مفيش لابتوب تاني في نفس الفئة السعرية بتاعت الجهاز دوت هيدي لك نفس الاداء او حتى نفس المميزات اللي الجهاز ده بيقدمها. خلينا بقى في الفيديو دوت نتعرف على ايه المميزات ديت وبرده شويه من العيوب بتاعه الجهاز دوت، فمن غير اي مقدمات كتير خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. نبدا اول حاجه سريعا كده بمواصفات الجهاز بيبدا معانا المعالج بتاعه من اول النسخ بتاعه الكور اي 7 وصولا لحد الكور اي 9 والزيون. النسخه اللي معايا هنا واللي بجربها هي نسخه الزيون ال دبليو 11855، ده معالج من الجيل ال 11 بيجي ب 6 انويه 12 مسار وتردد تربو لحد 4.9 جيجا هرتز وبيجي ب 18 ميجا كاش، وده يعتبر اكبر فرق بينه وبين الجيل التاسع، لان الاي 7 الجيل التاسع كان بيجي ب 12 ميجا كاش بس، هنا احنا بنتكلم في 18 ميجا كاش وتردد تربو اعلى عن الجيل التاسع. بالنسبه لكارت الشاشه فكارت الشاشه بينزل منه نسخ كتير جدا من اول التي 1200 وصولا لحد الار تي اكس الاي 5000. النسخه اللي معايا هنا هي نسخه الار تي اكس الاي 4000 واللي هنشوف الاداء بتاعها قدام، بس خليني احرق عليك الفيديو واقول لك ان الكارت اللي في الجهاز هنا اداؤه اعلى من الار تي اكس ال 5000 العادي اللي كان بينزل في الجيل التاسع والجيل العاشر. بالنسبه للهارد والرامات فالجهاز هنا بيجي لي ب اس اس دي 1 تيرا بايت ان في ام اي ام دوت 2 وبيجي برامات 32 جيجا، تقدر ان انت تزودها لحد 128 جيجا وتقدر تزود الاس اس دي هنا لحد 2 تيرا وتركب لحد 3 هاردات اس اس دي مع بعض. وبالنسبه للشاشه بتاعت الجهاز فالشاشه هنا جايه 15.6 انش، الحواف بتاعتها من الجنبين حلوه جدا، حواف تعتبر صغيره جدا بالنسبه لجهاز ورك ستيشن واللي بيواكب بقيه الاجهزه كلها الحديثه بتاعت الجيل ال11 فيما فوق. بالنسبه لشاشه الجهاز هنا فبينزل منها نسخ كتير من حيث الالوان والاضاءه والكلام دوت. النسخه اللي معايا هنا تعتبر النسخه المفضله بالنسبه لي واللي بتيجي بدقه فول اتش دي ببانل اي بي اس، الالوان بتاعتها 100% دي سي اي بي 3 ودي تعتبر احسن تغطيه الوان ممكن تاخدها في الفئه السعريه ديت. لو انت واحد شغلك كلر اديتنج او كلر كوركشن فالشاشه بتاعت الجهاز هنا هتفيدك جدا في شغلك، لان الالوان بتاعتها مش بس الوان كويسه هي كمان الوان صحيحه، واللي هيفيدك جدا في الشغل بتاعك سواء كان مونتاج او تعديل الوان او حتى في برامج ال 3 دي. وبالنسبه لاضاءه الشاشه فجايه هنا 500 نتس واللي تعتبر احسن من اغلب المنافسين بتوع الجهاز دوت اللي بيجوا اغلبهم ب 300 نتس بس. نتكلم بعد كده عن المداخل والمخارج بتاعت الجهاز من الجنب اليمين بيجي ب 2 يو اس بي 3.2 جين 1 وبيجي بمدخل اللي هو الهيدفون جاك وميكروفون جاك. عندك من الجنب الشمال 2 يو اس بي تايب سي او اللي هم الثاندر بولت 3، وبنلاقي بعد كده في الظهر مدخل اللي هو الميني ديسبلاي بورت ومدخل الاتش دي ام اي ومدخل اللان والمدخل بتاع الشاحن. المداخل والمخارج هنا كويسه جدا وكلها من اعلى فئه، يعني هتدي لك احسن اداء بالنسبه لاي مدخل فيهم، ولكن يعيب الجهاز هنا انه كان المفروض يكون فيه 3 يو اس بي مش 2، هم حاطين 2 يو اس بي 3 وحاطين 2 تايب سي، لان خلاص اغلب الهاردات الحديثه والفلاشات الحديثه والكلام ده كلهم بقوا خلاص تايب سي، اللي طبعا بيقدموا سرعات احسن بكتير جدا سواء في النقل او في معالجه البيانات، وبالتالي الاعتماد الاساسي دلوقتي بقى على مداخل التايب سي اكتر من الاعتماد على اليو اس بي تايب اي. نتكلم بقى بعد كده عن الديزاين بتاع الجهاز. الديزاين بتاع الجهاز هنا الصراحه ممتاز ما فيهوش اي عيوب. الديزاين هنا انت بتتكلم في جهاز جاي لك بخامات من بره من المعدن ومن جوه من البولي كربونات، الجهاز جاي من بره من اللون الفضي بالكامل ومن جوه لون زي رمادي غامق شويه، والصراحه الالوان بتاعت الجهاز والديزاين بتاعه كويس جدا. حواف شاشه من الجنبين زي ما قلت صغيره بدرجه ممتازه، وكل ده احنا بنتكلم في جهاز 15.6 انش وزنه 2.45 كيلو جرام، يعني وزن ممتاز تقدر تحطه في الشنطه وتتنقل بيه طول اليوم مش هيتعب لك ظهرك خالص، غير الاجهزه 17 بوصه اللي بتبقى اتقل شويه. لا الجهاز هنا الوزن بتاعه كويس جدا، الديزاين ممتاز بصراحه، ديزاين ما فيهوش اي عيوب واديله 10 من 10. بالنسبه للبطاريه بتاعت الجهاز هنا فالجهاز بينزل منه نسختين، النسخه الاولانيه اللي بتيجي بحجم 65 وات اور واللي هتقعد معاك متوسط تقريبا ال3 ساعات، واللي كانت معايا في الجهاز هنا، بس كان معايا برضو البطاريه الثانيه اللي هي
الاكبر اللي هي 97 واط اور، ولما جربتها قعدت معايا متوسط الاربع ساعات، الفرق بينهم حوالي ساعه، مش فرق ضخم قوي، مع العلم ان في الاجهزه اللي فاتت بتاعه الجيل التاسع او الاقل كان لما بتجيب البطاريه اللي هي الحجم الصغير كان حجم البطاريه نفسه بيكون اصغر، وبالتالي كنت تقدر تركب هارد ساتا في الجهاز. انما الجهاز هنا سواء كانت البطاريه اللي هي ال 65 او ال 95 البطاريتين بيجوا بنفس الحجم اللي هو الحجم الكبير، وبالتالي الجهاز هنا ما بيقبلش اي هاردات ساتا للاسف. ولكن خلينا برضو واقعيين، لو انت كده كده هتطلع لفئه فوق ال 35000 جنيه فانت خلاص هيبقى كده كده معاك الامكانيه انك تزود هاردات ام دوت 2، مش هتعتمد على الهاردات الاتش دي دي. وكمان الهاردات الام دوت 2 دلوقتي ما بقاش اسعارها غاليه زي زمان، انت دلوقتي تقدر تجيب هارد 1 تيرا مثلا ام دوت 2 بسعر حوالي 2500 جنيه، واللي يعتبر سعره كويس جدا، وتقدر تركبه في الجهاز هنا. والجهاز كده كده اصلا جاي لك كمان ب 1 تيرا ام دوت 2، فانك تركب 1 تيرا في المستقبل دي هتبقى بعد فتره، وزي ما قلت الاسعار بتاعتها ما بقتش غاليه قوي زي زمان. نتكلم بقى بعد كده على نقطة التبريد واللي فيها ميزة وعيب. أول حاجة بالنسبة لتبريد المعالج وكارت الشاشة في الجهاز هنا، فتبريد كارت الشاشة كان عادي جدا زيه زي أي جهاز تاني 15.6 إنش. الحرارة بتاع كارت الشاشة تحت أقصى ضغط كانت بتبقى متوسط ال 79، قليل قوي لما كانت بتطلع معايا لل 80 أو 81 وبتنزل تاني. وعارف إن في ناس هتقول لي بس دي درجات عالية، خلي بالك إن الأجهزة اللي فاتت اللي أنا كنت بجربها كانت بتبقى أجهزة 17 بوصة، إنما ده جهاز 15 بوصة. أجهزة ال 15 بوصة تبريد وال 17 بوصة تبريد تاني خالص. وعلى فكرة تبريد كارت الشاشة درجات حراره 79 لحد ال 81 هي درجات مش وحشه بالنسبه لان انا كنت بجربه في مكان حر نسبيا ما فيهوش مراوح ولا تكييفات، مش بجربه في الفتره بتاعه الشتاء، لان فترات الشتاء اللي هي الجو كده كده بيكون ساقع، او لو انت في مكان مشغل مثلا تكييف او حاطط كولر تحت الجهاز فساعتها درجات الحراره مش هتزيد عن ال 75 درجه. انما بقى في الناحيه الثانيه بالنسبه لتبريد المعالج، فتبريد المعالج هو اللي ما كانش احسن حاجه. درجات المعالج كانت بتتراوح بين ال 93 لحد ال 97 درجه، كانت ساعات بتطلع درجه كمان او درجتين عن الحته دي وتنزل تاني لما المروحه تهديها كدرجه حراره. لو كان ده لابتوب الترا سليم من عيله ال 55 مثلا كنت هقول لك اوعى تشتري لابتوب فيه المعالج بالحراره ديت، ولكن الجهاز هنا التبريد بتاعه الصراحه كويس جدا. حتى حراره المعالج لما كانت بتوصل للدرجات ديت عمرها ما كانت بتعمل معايا ثيرمال ثروتلينج، ولا كانت بتعمل اي تهنيج ولا اي مشاكل خالص في الجهاز. مع العلم ان انا الجهاز هنا انا ضغطت عليه يمكن اكتر من اجهزتي انا الشخصيه اللي انا بستخدمها. الجهاز هنا انا قعدت اشتغل عليه بالساعات، فاتح عليه الفير مارك وسايبر بانك وفاتح اساس كريد ميراج، قعدت العب عليه كميه العاب وحاجات عشان اطمن ان الحراره دي مش هتاثر عليه في المستقبل. الجهاز فضل شغال زي الفل ما بيعملش اي مشاكل. وهنا خلينا نتكلم عن نقطه بقى من المميزات بتاعه التبريد في الجهاز هنا او دايره التبريد اللي في الجهاز هنا، وهي سهوله الفك بتاعها. لان الاجهزه بتاعه الجيل التاسع كان عيبها الكبير جدا فكره ان انت لو جيت بعد سنه او سنتين عايز تغير المعجون صعب شويه انك تفك الجهاز. فك الجهاز كان بيتطلب انك تفك الجهاز كله حرفيا قطعه قطعه، كنت بتضطر تفك البورده من الجزء الفوقاني والجزء التحتاني وتقص، يعني بتلف لفه كده تقعد فيها 3 4 ساعات عشان تغير معجون حراري. بس عمليه ان انا هنا افك الهيت سينك واحط المعجون الحراري الجديد واركب الهيت سينك تاني، العمليه دي كلها ما خدتش معايا حوالي تلت ساعه بسبب سهوله الفك الرهيبه للهيت سينك بتاع الجهاز هنا. فعليا انت ما الا بتفك الظهر، تفك كام مسمار بس كده الهيت سينك طلع، حط المعجون الحراري ونظف وظبط دنيتك وركب الهيت سينك تاني. الموضوع سهل بدرجه غريبه، يمكن اسهل كمان من اغلب التجميعات الجديده مهما كانت سهولتها ايه. الجهاز هنا بيقدم سهوله رهيبه، لو انت حبيت قدام تفك وتركبه مش محتاج بقى تروح لفني صيانه ولا الكلام ده، لا تقدر تعمل الكلام دوت في البيت بسهوله. طب دلوقتي انا قلت ان انا غيرت المعجون الحراري وحطيت معجون تاني من شركه كورسير، ليه ما ذكرتش الدرجات بعد المعجون الحراري؟ مع العلم ان الدرجات قلت معايا حوالي 5 أو 6 درجات لما غيرت المعجون الحراري. ليه انا ما ذكرتش الكلام ده؟ لان انا طبعا لما بذكر لك الدرجات انا لازم اذكر لك الدرجات بتاعه الجهاز لما انت هتيجي تشتريه تعرف ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي بالنسبه للجهاز. لكن اللي انا عملته في الجهاز هنا ان انا غير له المعجون الحراري دي حاجه خارجيه، انت حبيت تعملها ما حبيتش تعملها لازم تبقى عارف الدرجات الحقيقيه اللي الجهاز هنا هيقدمها لك. زي بالظبط ما انا ما اقدرش اجي ان انا اركب كولر مثلا تحت الجهاز واقول لك بص درجات الحراره بتاعت الجهاز جباره، لا انا لما بجرب الاجهزه بجربها في بيئه تكون حر جدا، ما بشغلش ولا مراوح ولا تكييفات ولا بحط كولر تحتيه ولا اي حاجه. لازم اجرب الاول في بيئه تضغط على الجهاز واصور درجات الحراره تحت الضغط الشديد دوت. بعد كده لما احب اغير بقى معجون الحراري او احط كولر او الكلام ده كله، كل ده انا بعمله بعد التصوير مش قبل. طب بعد ما اتكلمنا عن التبريد انا ذكرت في اول الفيديو ان الار تي اكس الاي 4000 اللي في الجهاز هنا قدم اداء احسن من الار تي اكس ال 5000 اللي كان في الاجيال اللي فاتت. فخلينا نتفرج بقى على الاداء بتاع الجهاز دوت على لعبه سايبر بانك 2077 واساسنز كريد ميراج اللي الجهاز كان مشغلهم هنا على الالترا سيتنجز معديين ال 60 فريم. هسيبك كده تتفرج على تجارب الاداء عشان ارجع لك في الاخر اقول لك السعر والتقييم النهائي للجهاز.
بعد بقى ما شفنا تقارب الاداء والاداء الجبار للكارت اللي موجود في الجهاز هنا، الكارت هنا بيدي لك متوسط ال 85 فريم في سايبر بانك على الترا سيتنجز اللي ما فيش اي كارت شاشه تاني في الفئه السعريه ديت او حتى في فئات سعريه اعلى هيدي لك نفس الاداء بتاع الكارت ده. فمثلا في نفس الفئه السعريه هنا انت اخرك هتشتري في الجديد الار تي اكس 4050 اللي في لعبه زي سايبر بانك على نفس الجوده اللي الجهاز ده كان مشغلها مش هيعدي معاك ال 60 فريم، وبالتالي انت بتتكلم في جهاز هنا مدي لك حوالي 25 فريم زياده او ما يعادل تقريبا ال 40% اداء اعلى من الار تي اكس 4050، مع العلم انه جاي بنفس الفئه السعريه بتاعته. والكارت هنا فعليا هيوصل معاك للاداء بتاع الار تي اكس 4060 في الالعاب او في البرامج الهندسيه، اللي بالمناسبه اسعار الار تي اكس 4060 في اللابات الجديده دلوقتي بتعدي اسعارها ال 48 وال 50 الف جنيه. ففعليا مفيش اي لابتوب تاني سواء استيراد او جديد هيدي لك نفس الاداء بتاع الجهاز دوت وهيجي لك بنفس الفئه السعريه بتاعته. طب كام بقى الفئه السعريه بتاعت الجهاز هنا؟ الجهاز هنا احنا عاملين عليه عرض بالاس اس دي ال 1 تيرا بسعر 38500 جنيه نازل من 39500، ولو حابب ان انت تقلل الهارد مثلا تخليه 512 ساعتها سعر الجهاز بالاس اس دي ال 512 ورامات 32 جيجا هيكون 37500 جنيه. الجهاز تقدر تطلبه من موقعنا اللي هسيب لك الرابط بتاعه تحت في الوصف بتاع الفيديو دوت، وهسيب لك برده روابط شراء للاجهزه زي ال 7740 و 7750 اللي كانوا بالار تي اكس ال 5000، هتلاقي برده روابط الشراء بتاعتهم موجوده في وصف الفيديو دوت. واخر حاجه بقى بالنسبه للتقييم النهائي للجهاز، فالجهاز هنا هديله 8.5 من 10، وانا هنا مديله 8.5 لان اول حاجه كنت اتمنى ان التبريد بتاعه يكون احسن شويه، مع ان التبريد ما عملش معايا مشاكل ولكن كنت اتمنى ان التبريد يكون اقوى شويه من كده. تاني حاجه كنت اتمنى ان يكون في 3 مداخل يو اس بي بدل مدخلين بس زي ما قلت قبل كده تقدر تحل الموضوع بتاع الحراره بانك تغير المعجون الحراري قدام او تحط كولر تحت الجهاز، واللي كده كده في الشتاء مش تحتاج الكلام دوت. وبالنسبه للمداخل فانت تقدر تجيب يو اس بي هاب بحوالي 200 جنيه هيدي لك مداخل اكتر بكتير من اللي موجوده في الجهاز هنا. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.